يحب النبي يصلي عليه. دلوقتي دخلت المطبخ وجيت قلقانة ولع البوتاجاز، هب في وشي كان هيحرقني. جيت نشغل العيون لقيتها ما بتولعش والغاز طالع على الفاضي. نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ طب هنعمل اي حاجة عليه ازاي تاني؟ هنروح فين ونيجي منين؟ رحت فاكرة كده وقلت لا، ده انا لازم نقول للجوزي يجيب لي بوتاجاز جديد احسن ده خرب خالص، بس ده هو بخيل ومش هيرضى يجيب لي. قلت ناخده في دوكة بقى ونخش عليه دخلة جامدة. رحت رافصة باب الأوضة اللي هو نايم فيه كسراه، خلعته من أول رافصة على طول. قام مخروق في ايه يا مرة؟ قلت له قوم يلا إلهي ينكب على وشك خارة، البوتاجاز كان هيولع فيا في المطبخ، نروح فين ونيجي منين؟ قوم بقى، والنار والعة في قلب المطبخ تعطف فيها. قال لي إلهي تولع فيكي وفي عيلتك كلها، ماشي يا مرة من وشي. قلت له لا لا، اوعى تقول لي كده، ده انا نمسكك نطحنك دلوقتي. قال لي طب عايزه ايه؟ قلت له عايزه بوتاجاز جديد. قال لي وتسيبيني ننام؟ قلت له ايوه. قال لي هو البوتاجاز بكام؟ قلت له ب5000 جنيه، هاتهم دلوقتي وانا نجيب واحد جديد وايه وخلاص. راح عطوهم لي، رحت اخده ال5000 ضربهم في صدري ورحت داخله على البوتاجاز. قلت نحاول نصلح فيه ونشوفه هيعمل معايا ايه. ابتدت نشتغل فيه شغل من حديد. جبت الكماشي وقعدت نكمش في البغاشي ونعبي في قلب الطبق زي ما انتوا شايفين كده. هنلم كل الوسخه اللي عليه الاول ونشوف هينفع معايا ولا ايه. حكم ده بقاله سنين عندي بس خالص وصدى والعيون مقفلي ومش عارفة نولعها بقالي فترة. هو أنا يعني ظلمة هنفتري على الراجل وناخد منه فلوس كده سفلقة وخلاص؟ مش معقولة، ده أنا قلبي كله رحمة وحنية. حتى شايفين الوسخة طلعت منه قد ايه؟ تجيلها كيلو لوحديه. أمال ايه؟ لازم كده. وحنمسك الغطيان نعبيها في حبة مية سخنة ونحط عليهم حبة سايل اهو زي ما انتوا شايفين كده عشان تفك الوسخ اللي عليه. هنخمرها يعني ونروح نحك تاني ونجرد كل الوساخة ونطلع العيون كلها. شايفين العيون عاملة ازاي؟ يعني انا مش مفترية ولا حاجة، فعلا البوتاجاز بايظ ومصدي، ده حالته بالبلي، دي بودرة بتنزل من عليه صديد كده مرمل خالص. وجبت المنديل كده وقعدت نمسح فيه. قال يعني المنديل هينضفه؟ ده مش عايز منديل، ده عايز سطور من بتاع الجزار نفضل نكحت في القشف اللي عليه. ده حاجة فظيعة خالص. دهون ايه دي؟ دي سمنة ولا دهنة ولا ايه دي؟ وجبت بق مية كده من اللي هو ايه سخن من عندي وقعدت نفضي عليه بحيث انه يدوب الدهون كده ويبوشها ويخليها معايا زي الزبدة فتطلع معايا بسهولة. وجبت حتة سلكة بجيني وصابونة برضه بجيني، يعني الموضوع كلفني 2 جنيه. وهنخلي البوتاجاز دي يلمح كده زي الألماس. وحتة الصابونة ديت أحسن من الصابون السايل والرش اللي بتقعدوا ترشوه الكلام الفاضي دي. انتوا نسوان مصننة مش لاقيين حاجة تعملوها. الشطارة ليها ناسها واحنا بس أساسها. هنوريكم دلوقتي أنا هنعمل بالصابونة دي ايه. شايفين البوتاجاز محروق مهما نحك مش راضي يطلع، مش منقول لكم بايظ وخربان خالص. ربنا يسهل الحال كده ويدي معايا لون حلو ويلمع. اني متكل على الله في الحكايه دي وعلى الصابونه دي. هنقعد نمرش، خلي بالكم مش اي مرشه تعملوا ايديكم نفس الوضعيه اللي انا عاملاها كده وتحطوا تحتيه الشافنجي وتفضلوا بقى تدعكوا وتمرشوا كده لحد ما يلمع معاكم. لما تحس ان هو بيلمع قلبك هيرتاح وهتنسي تعبك بسهولة زي كده. انا نحب نعمل الحاجة وبعد كده نرتاح، بس اهم حاجة تحك بضمير. يعني البوتاجاز دي ياخد نص صحتك عشان يلمع، مش تستخسري فيه. اديله هيديكي زي كده. شوفوا انا ندي للحاجة تديني في النهاية. هنخليه زي المراية. الصابون الغسيل ده يا ولاد عايزة نوصيكم عليه، ده في غسيل الشعر ملوش حل. هيطول الشعر وينعمه ويخليه جميل ويحسن من لونه. لو شعر
شعرك اسود هيبقى اسود زي الطينة، هيسودهولك اكتر واكتر. استخدموه. من يوم ما استخدمنا الشامبو واحنا شعرنا بيوجع، صح ولا لا؟ قولوا بحق الله كلنا بنعاني من تساقط الشعر بسبب الشامبوهات والزيوت، ومش الزيوت، مفيش احلى من الجاز للشعر والصابون السائل. امي عودتني على كده، الصابون اللي هو المهدرج دي، الكوتل بتاع الغسيل دي زي العسل، والصابون الريحة لما بنستحموا بيه بيشجج جتتنا ويخليها تجير، لكن الصابونة ديت بتخليه جميل لانها معمولة من الزيت بتاع الطبيخ المخزخز اللي احنا بنرموه ده، لما بيتعاد استعماله التاني بينعم البشرة. اسمعوا مني، انا عمري عطتلكم نصيحة وطلعت حلوة، اسمعوا مني، اني مجربة كل الحاجات دي وعلى اقتناع. شايفين البوتجاج عامل ازاي؟ لمعان ما فيش بعد كده تشوفي فيه وشك. وهنمسكه من قدام بقى كده ونفركه فرك كده بزرايره بمرايته بالفرن عشان عليه دهون، ما نقولكمش دهون جامدة قوي، ده انا بقالي سنين ما حطيتش ايدي عليه، بس انا هخليه دلوقتي يلمع زي المراي. ما شاء الله على غسيلي وعلى تعاملي في الحاجة، ما نسيبهاش الا وهي زي حتة الماسة كده. شايفين؟ حاجة بلدي جميلة، امال ايه؟ لازم كده. طبعا تلاقيكم فاكرين ان انا بنغسل البوتاجاز وهشت عليه فجأة كده عشان كلامكم اغسلي بوتاجازك يا ام ابراهيم، بوتاجازك وسخ يا ام ابراهيم. قسما بالله ما عشانكم وكلامكم ما يفرق معايا خالص، بس انا قلت ننضفه عشان الشهر الكريم داخل علينا ولازم نروق نفسنا كده ونستعد للشهر البركة اللي هيهل علينا دي، لكن كلامكم عمره ما فرق معايا خالص. واني اصلا بنحب البوتاجاز يبقى مجدر ووسخ كده، الله، عشان خاطر بنحس ان انا بنت خير وبنت اصول وبنت شبعانه كده، نحس ان الحاجه كده بينطبخ عليها وبتستعمل، مش يبقى كده فاضي ما عليهوش حبايه الرز ولا معلقه سمنه ولا قشره بيضه. الحاجات دي بتجيب البركه في البيوت. اسمعوا مني، هو انتوا الفجر عشش في بيوتكم من شويه من كتر ما انتوا نازلين هري فيه؟ سيبوا الحاجة ببركتها وبخيرها. اسمعوا مني، لازم كده. شايفين اللمعة الجميلة؟ محدش يعرف يعملها غيري وغير أمي، قسما بالله. أنا متجوزة جوزي بالحاجات بتاعتي اللي دخلت له بيها كلها مستعملة، حلل نحاس حلل ألموني كلها كانت مستعملة. لا، لأن أبويا كان شغال في البرابوكي اللي يلم الحاجات القديمة، حديد قديم، اللي بلاستيك قديم، الحاجات دي يعدي في الميكروفون كده وينادي والناس تضيله ويلم بلاستيك من الشارع. غسل البلاستيك ولمعه هو وأمي بالصابونة اللي أنا بنغسل بيها دي، واتجوزت وسطرني وحاجتي لسه بتلمع لحد دلوقتي. مش نروح الدكاكين نشتري تقومة حلل ومش عارفة ايه، ده كلام فاضي كله. اهم حاجة تلمعي الحاجة كويس، لا هتفرق جديدة وبالتيكت ولا مستعملة، ده الانسان بيموت وينضفن ويدوب والحلة لسه جديدة. والله العظيم حصلت عندنا قبل كده، كان في راجل قديم من بتوع زمان مات وساب جلابيته، وجلابيته لسه عند ابويا لحد دلوقتي بيلبسها يصلي بيها كل يوم الجمعة. يبقى الحاجة بتضم ولا لا؟ احنا اللي وحشين ونفسنا صدى من جوا. رواجوا كده وعيشوا عيشتكم وتشطفي كده. حد هيقول لك بتشطفي ليه؟ عليا الطلاق ابدا. ان نضفت بيتك هيبقى ليكي، وان سبت البيت وسخ برضه هيبقى ليكي، فكل حاجه هتلف لفتها وترجع ليكي. وهنجيب السلكه كده ونمسك الاواني بتاعت البوتاجاز، العيون ديت، العيون الدباحه بتاعت البوتاجاز دي، ونلمح كده ونخليها تبرق زي القزاز. شايفين الوسخه بتبظ منها ازاي؟ دهون بقى وصدى وشحوم وحاجات كده، فانا هنفضل نفرك فيه لحد ما نخليها مش بتلمع قوي. مش هنتك عليه، نجيب صحة ومجهود منين؟ يا سلام، ما جتش على العيون بقى مش مشكلة، هي المفروض ان هي تتشطف شطف خفيفة كده، ما بتتحط على النار وبعد كده بتلمع لوحده. يعني وانا مش هنطبخ عليه تاني؟ ما انا هنطبخ عليه تاني ونوسخه. صحتك اهم حاجة، اما تعملي الحاجة
حاجة ما تعمليهاش بذمة قوي وتضيعي عليها مجهودك. البتاعة دي الحديدة الشبكية دي ما نحبهاش ابدا، ما نغسلهاش ابدا، كلها دهون. هنمسكها يا دوبك كده نحكها حكتين بالسكينة ونرجعها مكانها تاني، وهنركب عيون البوتاجاز وحرجعهم تاني مكانهم عشان البوتاجاز تكمل شياكته. امال ايه؟ لازم كده. قسما بالله لو شفتوا البوتاجاز بعيني كأنه جديد بالظبط. انا مش مصدقه ان انا وصلته لكده. رخر انا هنعمل ايه؟ هناخد ال5000 جنيه اللي جوزي عطاهم لي، مش عطياه منهم ولا مليم ولا هنرجعهم له، وهنقول له انا اشتريت بوتاجاز جديد. هو لما يصحى من النوم هو ما بيفهمش اصلا، ده حمار كبير، هيبص على البوتاجاز ويقول لي ما شاء الله مبروك عليكي، بذمتكم ودينكم جديد ولا مش جديد؟ يلا بقى هنبتدي نحضر مع بعض العشوة الحلوة اللي انا كنت هنموت عليها. نفسي ناكل حاجة كده حلوة تفتح نفسي، هنحضرها معاكم دلوقتي. يلا بيني. وهنمسك البطاطساية نخرطها خرط رقيقة ونطشها في الزيت معاكم. حكيماني لو ما كنتش نبدأ العشوة بتاعتي بالبطاطس نموت. نحب البطاطس قوي. تقولوا الزيت غالي، تقولوا رخيص، لازم ناكل بطاطس مقلية نحبها قوي ونحط عليها كاتشب كده ونغمس بتبقى موال تاني. انا عشيقة للبطاطس. هنطرنشها معاكم دلوقتي خرط كده جميلة زي ما انتوا شايفين، ونحضر لقمة كده ناكلوها سوا. تتفضلوا معايا بقى تبقوا تاكلوا معايا. تعبت مت من الجوع، فضلت نبذل في مجهود لحد ما المطبخ اتملى بزل. تعبت يا ناس والله، بقالي 3 ساعات ماسكه البوتاجاز بندعك فيه. يحجيلي بقى كده نقعد ونعمل لي لقمه حلوه نقعد ناكلها. امال ايه؟ لازم الانسان يهتم بنفسه، وعلى قد ما يبذل مجهود على قد ما ياكل كل حاجه حلوه. وحلم شويه خضروات كده في البلاستيكايه عشان نحضر العشوه الجميله اللي هترم بدني. امال ايه؟ لازم كده اهتم بصحتكم. قرنين فول بقى على شويه مش عارفه تنظر اي عشان الفسي. الخضار اللي انا بنغسله دي طاقه جامده قوي، طول الليل نفضل نزرط وندفي نفسي وما نتحوش لحد ابدا. نفضل بصحتي كده وعافيه وقادره على الزمن. امال ايه؟ وهنخرط الخياره كده خرط جميله زي خرط الشيبسي عشان تفتح نفسي وانا بناكل. محدش لو تعبت هيوقف جنبي، لازم اني نعرف صحتي محتاجة ايه ونديها لها. امال ايه؟ وهنجيب بقى علبة المناديل دي، شايفين؟ عشان تفكروش نفسكم انتوا بس اللي بتفرضوا مناديل وتحطوا عليها البطاطس. لا، ده انا فريضة قوي وعميلة قوي، ده انا شاطرة. امال ايه؟ لازم نعمل كل حاجة. امال ايه؟ لازم كده. وهنفرد البطاطس كده المحمرة المكرمشة الجميلة ريحتها جميلة، وحنفردها كده عشان تشرب كل الزيوت اللي فيه. وحنطلعها بقى ونشوفوا هنعملوا ايه تاني. هنجيب قرنين فلفل حلوين كده وننزل بهم في الطاسة. دي فلفلة حامية خالص، هي دي اللي بتفتح نفسي على الأكل. شايفين جمالها زي الذهب. وترشوهم كمون كده بالراحة ويبقى زي العسل، أحسن من المخللات وأحسن من أي حاجة، وفيها فيتامينات. والله الحاجات دي كلها انتوا غفلانين عنها. اجلوا لعيالكم فليفلة من دي وكلوا وغذوا نفسكم، والله ما هتلاقوا احسن من اللقمة في الدنيا كلها. وديت بقى شوية مملحات، رنجاية حلوة كده طعمها حكاية من عند احسن واحد رنجاوي. شايفين الرنجة عاملة ازاي؟ زي الذهب، حاجة بلدي وجميلة. ونفتحوا الورقة كده ونشوفوا ايه فيها. هتلاقيكم فاكرين ان هو فسيخ. لا، مش فسيخ، السردين بيبقى احسن منه. عدم السردينية تبقى سميني يبقى ما عليهاش كلام. شايفين البطروخ ده؟ انا حتى امي مرة كانت حامل فعيل قد السردينية جنين كده وسقطته. ابويا استخساره راح ماسكه مملحه، وكنا مصادفين قرب شم النسيم. امي جابت شوية بصل اخضر ورحنا فاتحين الجنين وعصرين عليه ليموني. بعد
بعد ما تملح الجيران بقت تشم الريحة تقول الله، وقعدنا كلناه وانا خدت دماغ الجنين بقيتني مصمص فيها كده احلى من دماغ الفسيخة. يعني اي حاجة تحطوا عليها ملح هتتاكل وتبقى زي العسل، ما بالكوا بقى السردين المفطر السمين دي يبقى زي الشهد، شايفين من بطرخ ازاي؟ ملحوا كل حاجة وكلوا وغذوا نفسكوا، الدنيا حلوة يا ولاد ولسه فيها خير، انتوا اللي مقفلينها على نفسكوا. اسمعوا مني، شايفين السردنية عاملة ازاي؟ زي الذهب وريحته قلب الدنيا، حاجة جميلة، خيرات من خيرات ربنا. وتقطعوا عليها ليمونة كده وتحطوها، منظر يشحي يفتح النفس، حاجة تسعر والله. وبصلاية كده خضرة جميلة على بصلاية حمرة، تحطوا عليها سكتة خل وشوية شطيطة، بتبقى زي السكر. جربوا الوصفة دي هتلاقوها جميلة قوي مع السردين المملح. وتسخن العيش لو ما تسخنش ما يبقاش عيش، لازم يبات ويتسخن، بيبدي ريحة كده وطعم جميل من خيرات زمان. والرنجاية كده تقلبوها على النار يا دوبك تشويحة بسيطة، تطرشق معاك وتفلق وتدي ريحة تبقى زي العسل. اسمعوا مني، لازم تعملوا الحكاية دي. بصوا شايفين يا صلاة النبي على عود الخضرة بقى عشان الزرات والفسي، حاجة كده جميلة اقسم بالله عشوة تستاهل حنكم، تستاهل سنانكم الصفرة. اتفضلوا معايا بقى اتعشوا كده لقمة هنية تكفي 100 بعد الشقا والتعب اللي انا كنت فيه. هندور بقى على جزازة كده ونفضي شوية كاكولي عشان خاطر نهدم بيهم. حكم السردين يحب الكاكولي عشان الصهد ما يصهدش عليا بالليل. وهناخد نفس كده ونروح نضرب شوية الأكل دول.